واضح ان المغرب هي كلمة السر في الفترة الأخيرة. المغرب وشها حلو مش على المغاربة بس، ده كمان وشها حلو على المصريين وعلى جمهور النادي الأهلي بالتحديد. الأهلي رايح كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، والسبب برضه المغرب. الحقيقة ان النادي الأهلي المصري كان محظوظ جدا باختيار المغرب كبلد مضيف لكأس العالم للأندية في الفترة من 1 لحد 11 فبراير المقبل، يعني بعد شهرين بس. كلنا عارفين ان نادي الوداد البيضاوي المغربي هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا بعد ما فاز على النادي الأهلي، لكن الوداد هيشارك في كأس العالم للأندية بصفته بطل الدوري في البلد المضيف وهي المغرب، وبالتالي هيشارك وصيفه وهو النادي الأهلي بطل لدوري أبطال إفريقيا. كم أنت محظوظ يا أهلي، وكم أنت محظوظة يا جماهير الأهلي. فعلا حظنا حلو بالمنتخب المغربي وبالشعب المغربي وبالمغرب البلد المضيف لكاس العالم للانديه. ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي ونادي الوداد البيضاوي المغربي في كاس العالم للانديه. هنقول لحضراتكم الفرق المشاركه كمان في البطوله. طبعا الوداد البيضاوي المغربي بطل الدوري في البلد المستضيف، النادي الاهلي كبطل لدوري ابطال افريقيا وهو وصيف نادي الوداد وهيشارك بديلا عن نادي الوداد. كمان نادي ريال مدريد بطل اوروبا، كمان هيشارك فلامينجو بطل البرازيل. اما بطل اسيا فلم تحسم البطوله بعد، وبالتالي في الغالب هيشارك نادي الهلال السعودي بطل النسخه الماضيه. كمان هيشارك نادي سندرز الامريكي بطل الكونكاكاف، وهيشارك نادي اوكلاند سيتي بطل اوكيانوسيا، عشان يكونوا 7 فرق هتشارك في كاس العالم للانديه في المغرب زي ما قلت لحضراتكم من اول فبراير حتى 11 فبراير بمشاركه الاهلي المصري والوداد المغربي والهلال السعودي. كل التوفيق للفرق العربيه ان شاء الله.